يقول أمير المؤمنين: فوالله ما عصت لي أمرا ولا أغضبتني حتى قبضها الله تعالى، فكنت أنظر إليها فتنجلي عني الهموم والأحزان. إذا ينظر إلى الزهراء تنجلي عنا الهموم والأحزان، لأنها نور في البيت. النظر إلى الزهراء يرفع الأسى والحزن عن علي. نور في البيت. إلا مرة واحدة. متى مرة، كل مرة يدخل عليها سليمة أم حسين، ما بيها شيء، سليمة وعافات. يدخل عليها يوم على حين غفلة، يقولوا المؤرخون على حين غفلة داخل مثل معهد الزهرة، ما تبين سالم أم حسين. وإذا هي متهيئة للصلاة يا أعزائي، متهيئة للصلاة، يقول: دخل علي وما شعرت الزهراء بدخوله، وإذا هي واضعة يدها على صدرها، يد على صدرها وتقول: عجيب. قال علي: يا زهراء أتأنين بوجودي؟ أبو حسين انت هنا بالبيت. بعد ما قدرت تخفي، رفعت عيونها، وإذا عيونها معصبة بعصابة، يعني تئن من كسرة الضلع، وعيونها حمراء من ويش؟ علي ما يدري. يقول: والله بضلعها ما دريته، بس دريت بحمرة العين. يقول: سجيت أنا الزهرة ولن زينب بكت وتلوذ بحسين، وتصيح بس لا يشعر أبويا المرتضى بكسرة الضلعين، وفضة تدير الماي وتبكي شبول عدنان. الله، كل هذا ما يدري علي. وإذا بالزهراء تئن. اللي جرى بحالك يا زهراء زايدوني، أنا ما أحب واحد ما يشارك، لا صغير ولا كبير ولا رجل ولا مرأة. اللي يحضر مجلسنا يشارك، اللي يريد ثواب يشارك. شباب، إذا ما تعرفوا المشاركة اتعلموا من آبائكم. أنا ما أرضى، ما أقبل أي واحد ما يشارك. كل ما ارتفعت الأصوات أكثر ثواب أكثر، مواساة أكثر. يلا نريد مأتمنا منظور بعين الله. يلا. اللي جرى بحالك يا زهراء زايدوني، ايدك على ضلعك توني ومعصب عيون، يم الحسن وحسين زدت لي احزان. صاحت يا حيدر لا تسايل واعذر دموعي. شبيك يا زهراء؟ أعلمك علي. من شدة الرفسة واللطمن كسرة ضلوع، يم الحسن وحسين زدت لي احزان. الله، ابو حسين قرب شويه، قرب علي. اظني بسافر يا عزيزي ولازم تفقدوني، اوصيك باولادي وبناتي لا ينوحوني، يم الحسن وحسين زدت لي احزان. صبري يا نور العين يا ركني. ما أدري أقرأ البيت ولا لا، ممكن بعض الناس ما يتحملوا مسادة أمهم الزهرة هذه، لكن شو تسوي بعد؟ اسمعوا وصيته، هاي غريبة الوصية شوية لكن نفذها علي والله. اسمعوا إخواني شو تقول أمكم؟ جيب الحسن وحسين على المغسل يودعوني. وداهم لو ما وداهم؟ هاي وصية الزهرة. جيب الحسن وحسين على المغسل يودعوني،
بعد شو تريد زهرة؟ وخل زينب وكلثم يا علي بكفاني شوف. يم الحسن وحسين زدتي لي احزان. الحسين يقول لحق علي السجاد سلام الله بني وسد رضيعي على صدري. قال له ولا لا؟ قال له بني وسد رضيعي على صدري. واذا هذه جايبينها من وين؟ من امه الزهراء. ادفن رضيعي يا علي وياي في قبر. هميت اريد اودعه ولن من كسر ضيل يم الحسن وحسين زدتي لي احزان. ويلي حيل اللي قربت من هالمنين والله قاعد عدها الوصي وقت الوصي. تقل قرب يا بعد الروح لي قرب منها ومن عين الدمع خار. قرب علي قرب غير الوصايا هذه اللي راحت بعد شو عندك يا زهرة؟ قالت تدريبي أني طاهرة لو غسلتني والله لو غسلتني أريدك لا تجي صدري ومتني. لا تلمس صدري ولا متني ما أسمح لك متني ولا تشوف سطر اللي عمى. ولا تشوف ضلع اللي تكسر. قام علي وقف على حيله وقف بهالوصية قال لها يا زهرة والله لي بس نشدتي أنا عيني جرت والقلب كسرتي. والله قلبي كسرتي أموت أنا يا زهرة لو عني رحلتي على فراقك يا بعد الروح مصبور. أويلي يا علي نفذ وصاياي. علي وصاياي خلاص انتهت الوصايا. طلع علي راح. حسن حسين تعالوا. لبستهم جديد ثياب نظفتهم سرحتهم قالت روحوا إلى أبوكم علي ومروا على جدكم قولوا أمنا علي لا تسامح منك ما تقدر اليوم تطلع. وراحوا الحسن راح الحسن والحسين إلى أبوهم علي قال لي يلا بسرعة نزور قبر جدنا ونرجع لأمنا بسرعة. وإذا صوت من قبر النبي يطلع لسان حاله. أنا أتكلم من حقي أتكلم لسان حاله. النبي مو عادة الحسن والحسين لحالهم يجوا وإذا جايين لحالهم وإذا صوت طالع ألف يا مرحبا بدالي غالاثنين أبو محمد عزيزي وذاك الحسين عنمكم تخبروني يا الولد وين أمكم؟ قالوا يا جدنا أشوف أنكم حيارة وتغملوا العين. قالوا يا جدنا أبونا أمنا عليلة من بعد ما كسر العدا بالباب ضلعين. الله أريد أنقل شيء ما سامعينه وأسألكم الدعاء. أنا متعب شوية وأنتم أهل عذاب. يوم العاشر الصار مش ودى الخطيب هذا يوم عاشر احنا في الزهراء. أريد أوديك يمين وشمال أريد أذكرك حبيبي مصيبة الزهراء. آخر وداع للحسين مع من؟ مع زينب. مع زينب. شنو آخر وداع؟ لبست ثياب أمي